أعزائي المستمعين، فيلم النهارده بيتكلم عن لعبة بين مجموعة أشخاص عندهم أزمات مالية، واللعبة دي بتكون مبنية على إنهم يضحوا ببعض عشان في النهاية واحد بس اللي يطلع منهم عايش ويكسب الفلوس. هو فيلم كويس ويستاهل يتشاف، فاسمع وركز ويلا نبدأ الفيلم. خلينا نبتدي بك يا ايريس، ماذا تفضلين؟ انك تطعني كارل بالمفك في رجله ولا تجلدي ترافيس 3 جلدات بالقرباق السوداني ده؟ فترافيس بيقول لايريس خليها 3 جلدات عشان نخلص، وبيقوم بيقلع الجاكيت وبيقعد على الكرسي، وايريس بتخبطه اول خبطه بس بتكون خفيفه، فشيفرد بيقول لا لا ده مش هنحسبه، فبتخبطه اول خبطه بتطرقع، والتانيه برضه، والتالته اسمع كده يا عزيزي المستمع، والكرباج من كتر ما هو تقيل بيشرح ظهره بعدد الضربات اللي هو خدها. بيتر، ماذا تفضل؟ البرميل ولا الظرف؟ فقال له انا هختار على طول الظرف، وبيفتحه وبيطلع له صورة ديناميت، فبيقول لجيفارد ده ايه؟ قال له ده انت كده لازم تفرقع ديناميت في ايدك. روبيفنز بيدوله الديناميت وولاعه، وجيفارد بيقول له ولع الفتيل، قال له بس ده مش ديناميت عادي، ده عبوه ناسفه، فقال له ابعد عننا بقى شويه وولع الفتيل، وبيفنز بيلزقها له في ايده عشان ما يرميهاش، وجيفارد بيقول له ولعها، يلا خلص يا بيتر، فبيولع الفتيل لما بتنفجر بتفرتك له ايده وبيطب على الارض ساكت. وبيفنز بيقول لجيفارد شكله كده جت له ازمه قلبيه يا فندم، وبيشوفه بيقول خلاص ده مات، فقال له طب اخفيه من هنا يلا، وبيقول يلا يا لوكاس ماذا تفضل؟ البرميل ولا الظرف؟ فبيقول انا مش هعرف افضل دقيقتين تحت الميه فهختار الظرف، وبيفتحه فبيطلع له فيه رسمه عين، وجيفارد بيقول ايه ده؟ ده انت لازم تشق عينك بالموس.